اليوم جولة في المحطة الطرقية ديال مراكش مع اقتراب عيد الفطر المبارك. غادي نشوفوا في هذه الجولة مختلف الاستعدادات اللي جرتها إدارة المحطة من أجل إنجاح هذه عملية التنقل، خصوصا وأنها من المفترض أنها كتعرف واحد الكثافة في التنقل هذه اليامات. نشوفوا كذلك مدى استطاعة المحطة على مواكبة كافة التقنيات الجديدة والحديثة، خصوصا وأن الأخبار اللي وصلتنا أنه كاين تجربة نظام معلوماتي في عملية اقتناء التذاكر، وكذلك في عملية الصندوق بالنسبة للحافلات اللي غتخرج من المحطة. تبعوا معايا هذا الروبورتاج. الالتزام بمسؤوليتهم واحترام قوانين وعقوبات المحطة والمساهمة في وساطة النقل. ان شاء الله الجديد ان شاء الله في ظروف حسنه زعما مزيان. ما كاينش ازدحام، ما كاينش ماشي بحال الاعياد الاخرى ولا شي. هذه المناسبه شويه الناس قلال اللي كيسافروا وهذا الشيء دايزه بالخف، ماشي مشكل. ما لقيت حتى شي مشكل. انا بالنسبه لي ما لقيت حتى شي مشكل. كاين هذه العمليه ديال ما قبل عيد الفطر هذا، خصنا نكونوا عن قرب من جميع المشاكل واي حاجه كاينه هنا باش ندبروا المحطه الطرقيه في واحد الظروف اللي تكون جيده كتهمنا سلامه وراحه المسافر بالدرجه الاولى. كنت كنظنوا اللي غنجي هنا غنلقى الصداعات والغوط وبلاصه وفين وزيد امور مكالمه. بعدا الحمد لله حنا راه كنكونوا بحكم التجربه كنكونوا مستعدين لهذا الوقيته هذه اللي يعني جميع الاعياد الدينيه والوطنيه وحتى العطل كنكونوا مستعدين لها. فخلال شهر رمضان قمنا بعده اجتماعات سواء داخل المحطه الطرقيه برئاسه رئيس المجلس الاداري السي فؤاد الشاذلي او على صعيد الولايه، اللي درنا واحد خطه عمل، واحد خطه ديال الاشتغال طيله هذه المده هذه باش ندبروا هذه المرحله تكون في واحد الظروف جيده، حيث جرت العاده في ايام ما قبل العيد كيكون واحد التوافد مهم على بعض المناطق او بعض المدن كورزات، زاكوره، تنغير، المحاميد، الرشيديه. هذه الخطوط هذه اللي كتحتاج واحد الدعم ديال خطوط اخرى عند الخصاص. كنصالوا على هذه العمليه هذه، هذه المساله كنعرفوها بحكم مرور السنوات في هذه العمليه هذه. وفي يومي الاخيرين ديال العيد كتعرف المناطق ديال جهه مراكش وبعض المدن القريبه حتى هما كذلك توافد مهم. وفي اليوم الاخير ديال رمضان كتعرف المناطق الاقليم ديال مراكش كتعرف حتى هي واحد التوافد مهم. يعني هذه العمليه تقريبا حافظينها وعارفينها كيفاش كدوز. هذه العمليه هذه كما قلت لك بقات عليها واحد اللجنه اللي فيها جميع المتدخلين في هذا القطاع من امن وطني، سلطه محليه، قوات مساعده، مراقبه النقل، وكذلك ادارات المحطه والعمال ديالها اللي محطوطين منخرطين مباشره في هذه العمليه هذه. كما كتشوفوا الحمد لله راه العمليه غاديه بخير، غاديه بسلام. الملاحظات ديال هذه السنه هذه جرات العاده بانه هو انطلاقا من 23 22 رمضان كيعرفوا واحد التوافد ديال المسافرين ديال بدايه ديال السفر، الى ان هذا العام ما كنلاحظوش شي توافد مهم. علاش انا كنظن يعني تزامن هذه العطله ديال العيد مع مباشره في الاسبوع الاول كاينه عطله المدرسيه وكذلك، يمكن هذا اثر شي مع هذه المناسبات العيد، يعني بعض كيأجلوا السفر لما بعد العيد. حسن محمد سائق مهني ان شاء الله. اش من خط انت كندير رباط مراكش. حتى الحركه شويه ما بقاش داك الرواج اللي كان في الاول. دابا ولا بنادم قليل، ما بقاش. حنا دابا كنمشيو خاوي، كنمشيو عامرين نجيو خاويين. واخا هاد الفتره ديال العيد الفتره ديال العيد بنادم واخا ما بقاش داكشي اللي كان. داكشي غادي وكينقارض، هادشي غادي وكينقص. ما بقاش هاني علاش ما تفهمش هادشي. دابا كاين الناس كيقول حق لا راه كيمشيو، ما كاين لا تران لا والو. الناس ما كيمشيوش تران، التران غالي ما يمشيوش ليه الناس. وبنادم مضرور، انسان مواطن مضرور مسكين ما عندوش القدره ديال الفلوس باش يسافر وباش دابا كاين مسكين اللي ما كيدوز لا كونجي لا والو. بغيت تقول لي هذه الازمه اللي كيعيشها المغرب، الازمه ديال الغلاء اثرت حتى على الرواج؟ الازمه ديال الغلاء اثرت على كل شيء، حتى على النقاله، على كل شيء اثرت. قتلت كل شيء، جميع القطاع قتلاتهم. واخا السبب ديال الغلاء راه سببه راه الحكومه اللي سبب هادشي ديال الغلاء، راه هما اللي داروا هادشي. السي اخنوس راه هو اللي خرج على هادشي. راه كل شيء سالا. راه مولين الكران بقاو يحطوا الكران ويقولوا الله يعاونكم. واخا خنوش دعمكم نتوما ماديا؟ اودي اش دعم؟ واش حنا كنديروا 60000 ريال الي وروتور ديال المازوت نمشيو 180000 ريال كيطلب 9000 درهم
في الشهر مره كنديروا حنا 60 كل نهار كنديروا 60,000 كل نهار 60,000 ريال. وحسب شحال الباترون شحال ضايع عليه ديال الفلوس. واخا انت عطيتيني حاجه غريبه، انا المفروض دابا كاين الزحامات وعباد الله كتجري. والله سيدي ما بقى لا زحام لا والو، كاين اللي كيراني جاي خاويين دابا، هما كيراني جاو الضرب دابا سولناهم قال لك ما كاين والو، البشر ما بقاش داك بنادم باش عنده بنادم باش غيسافر بنادم وغيتنقل عند والديه ما بقاش هذاك الشيء. كي دايره الامور؟ الحمد لله الامور الحركه راه جات ليا الحمد لله الله يجعل البركه. الشيفور قال لي القضيه مزيره. واه شي شويه دابا هذا الشهر ديال رمضان كله هو سميتو يلاه اليوم تحركت الحركه شويه. يلاه اليوم قال لي ما بقاش داك الرواج اللي لا ما بقاش. وعلاش؟ لا ما بقاش الناس دابا اضطرت شويه وسميتو هذا الشيء اللي الازمه ما اثرت اثرت على الرواج حتى على الترونسبور بزاف. انا جيت المحطه صيفط شي حاجه الاخت ديالي في اكادير. اش غنقول لك تبارك الله ما عندي ما نقول، المحطه منظمه نقا، الكيران خارجين في وقتهم. انا معكم فاعله جمعويه نجاة الهلالي رئيسه جمعيه الهلالي للتنميه ومحاربه الفقر في اطار التنميه البشريه والاعمال المديره للدخل. الحمد لله هذا الشيء عجبنا بزاف، وكان نوجه الشكر الجزيل. بصدق كيبان لك هذا الشيء منظم؟ بصدق منظم. واحد الوقيته حنا راه ولاد مراكش كبرنا في مراكش، المحطه واحد الوقيته ما نكذبش عليك كنا كنحشموا نجيو ليها، كانت تهمشات واحد شويه ولكن في هذه الاواخر هذه. وكنوجه الشكر الجزيل للاستاذ المدير ديالها مولاي رشيد العلوي تبارك الله. من نهار جا لهذه المحطه راه ماشي زعما هذه قصد فيها ولا، المحطه ولات منظمه، الناس اللي كيسرقوا الناس في ذوك التذاكر وكيصلوا كينصبوا بهذا المصطلح تنقاو من هنا، ما بقاش يعني هو من جهه السلطه من جهه الله يجازيهم بخير والامن حتى تنقى هذا الشيء. النظافه ولات كنا كنلقاو المزبله في هذه البلايص هذوم، وكنا اللي كان شي حاجه يرميها دابا تبارك الله مزيان. العمال ديالها كلهم ضابطين مسائلهم. بالنسبه للمحطه الطرقيه من بين الاستعدادات ديالها، فعلا كما كتشوفوا يعني راه بدينا النظام المعلوماتي في المحطه الطرقيه، بدينا نتعاملوا بعمليه الرقمنه يعني باش نوفروا واحد الظروف مناسبه للمسافر، ونحاولوا قضاء الهدف ديالنا هما محاربه الوسطاء والدخلاء على المحطه الطرقيه والمضاربه في الاثمان. يعني حنا من الحفاظ على المسافر ماشي نحافظوا عليه، هي نوفروا للحافلات نحافظوا عليه حتى من ناحيه التذكره باش ما يتعرضش للعمليه ديال النصب وديال هذا. وهذه العمليه ديال هذا النظام المعلوماتي الحمد لله كتشوفوا راه بدينا فيه هذا، كنوجهوه للصيف ان شاء الله باش تكون. ومراكش سبق لهذه العمليه هذه بعد من مدينه جده ومدينه طنجه ومدينه الرباط، فهي مراكش دائما عندها محطه باب دكاله عندها الجديد، وديما كنحاولوا باش نطوروا هاد الخدمه تاع النقل تكون في واحد المستوى عالي. بالنسبه لهذا النظام الجديد اللي تدار في المحطه الجديده بالاشراف تاع الاداره، النظام جديد تسهيل جديد تطور حتى هو في الخدمه غادي كتطور وداك الشيء، ماشي غادي نبقاو غاديين ديما كنا كنخدموا بالتنبر كنلصقوا التنبر شويه ثاني الطابع شويه دابا على الآلة الحاسوب، والقضيه راه مزيانه وهذا الشيء راه في صالح كل شيء، الطريفه مضبوطه كل شيء داك الشيء هذا الشيء في الصالح العام، هذا الشيء راه مزيان، التطور هذا الشيء راه مزيان وحتى حنا غاديين مع التطور. دابا انت ولد كل شيء تبارك الله النص التذكيره كتخلص على 4 المرات. شريف شنو هذه العمليه اللي درتي دابا؟ دابا خلصت الكيطونس البون ديال الحافله بانها خرجت من مراكش في اتجاه طنجه. قبل كنتو كتخلصوا بهذه الطريقه كيعطيكم بحال هاد الورقه ولا؟ لا قبل كتعطينا بالبون، دابا ولا تيخرج من السيستيم من البيسي، دابا تيخرج تنظم بزاف كاع مزيانه ليا. دابا تكون مني تيخرج ليا كلشي الفاكتوره بكلشي ليها، ها انت هي الفاكتوره شتيها مرحبا. وكان بنشكر
كل من ساهم معنا في هذه العمليه هذه من رئاسه المحطه الطرقيه السي فؤاد الشاذلي ولا جميع النقاله اللي نعم عارفين الامور اللي عليهم. كان بيشكر السيد وكيل جلاله الملك اللي هو متبع معنا الامور ديال عن كتاب. كان بيشكر رئيس المنطقه لانه دابا يلاه لقيته دابا كان معايا في واحد الحمله في داخل المحطه الطرقيه باش حنا كنكونوا سباقين لتنقيه المحطه من جميع الشوائب. كان بيشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في تنظيم هذه المحطه الطرقيه. في ختام هذه الجوله كيتبين لنا ان المحطه الطرقيه لمراكش اعدت كل التدابير لانجاح عمليه التنقل خلال هذه الفتره اللي من المفترض انها كتعرف واحد الكثافه على مستوى السير والجولان، لكن يبدو ان ارتفاع الاسعار وموجه الغلاء والعطله اللي قريبه حدات من حركه التنقل، والمحطه ما كتعرفش ديك الكثافه اللي كان من المفروض انها تكون. ثانيا ان المحطه كتدخل في تجربه نظام معلوماتي دقيق، هذا النظام المعلوماتي اللي غيوفر عمليه اقتناء التذاكر بسلاسه. شكرا لكم على متابعه هذا الريبورتاج.